ميديا غامض في مهرجان الابداع المسرحي. معانا النهارده فقره مهمه جدا بين العروض اللي بتتعرض وهي ستاند اب كوميدي، والنهارده تاني عرض مع فتحي. كلمنا عنه، هتعمل ايه؟ بصراحه ايوه هعمل حاجه واو بقى. تمام. هنتكلم عن السياحه. ايوه بقى، يعني الحاجه اللي بتدخل لنا فلوس. تمام. مفيش بعد كده، يعني بصراحه كده يعني أيوة. هنتمزج. هو ده الكلام. تمام، هتطلع دلوقتي على المسرح عشان الجرس ضرب. يلا بينا. وهرجع لك بعد كده. يلا بينا. طبعا الناس كلها عارفه ان احنا قررنا ان يبقى في كل يوم ستاند اب كوميدي. تمام. النهارده تاني يوم في ده. هيقدموا معانا الفنان، رحبوا معايا بالفنان فتحي جليله. انا بس بعتذر لاحمد، معلش انا مش بحتاج لده. ماشي شكرا. الله اكبر. السلام عليكم الاول. وعليكم السلام. اخباركم ايه النهارده؟ كله تمام؟ تمام. احنا هنتكلم النهارده كده في حاجه كلنا نعرفها وكلنا نسمع عنها وكلنا ايوه ده حاجه حلوه على فكره. ايه هي؟ هي السياحه. حد يعرف حاجه عن السياحه؟ تعرفوا ايه عن السياحه؟ بيسيحوا. من ناحيه بيسيحوا فهم بيسيحوا. دي ما فيهاش مشاكل خالص. اولا انا اسمي فتحي جليله، شغال في فندق هيلتون في الغردقه. ايه علاقته بالمسرح؟ ملوش اي علاقه خالص، بس انا كنت بمثل قبل كده. خلينا نتكلم عن الثقافات. الناس عندنا بتروح تشتغل في السياحه، كل واحد بيبقى خارج من البلد بتاعته بقى وخلاص هتكلم انجليزي وهتكلم انجليزي وهقابل ناس وهتكلم انجليزي وفرحان قوي، فرحان جدا وباور بقى وحماس ورايح اتكلم انجليزي واول ما يوصل هناك يكتشف ان هو ما معاش انجليزي خالص اساسا، وما درسش حاجه اسمها انجليزي. ليه؟ لان مش كل الناس اللي بيجوا في مصر بيتكلموا انجليزي. خلينا نتكلم مع بعض بصراحه. عارفين الحركه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ اهدى شويه بالظبط، استنى، ارسى، اتقل. انا حصل معايا موقف، كنت بتكلم مع واحده ايطاليه اول ما رحت الفرن، فبتكلم مع واحده ايطاليه ومتضايقه معاها مشكله وشغاله buongiorno signora come stai? Bene, sei come cazzo, le tue letto in spiagge, cosa fai? Ti spirazza di portino, ti spacchetti di morte, cazzo! وانا رد عليها ومش فاهم اي حاجه خالص بابتسامه جميله جدا. وهي تشيط اكتر. كوزا فوي كي كاتسو بستارتو سترانسو دي ماما دي كات. انا سمعت غلطا وقلت دخلنا في شتيمه. دخلنا في شتيمه وانا مش فاهم اي حاجه. يا حاجه طب اصبري ويت اتنديه بعد اذنك. ودي شغاله يمين وشمال وشلالات وده سانجلتني. المهم جه واحد ايطالي بساله يا حد يشوف لنا الحاجه دي عندها ايه، تعبانه ولا ايه ظروفها ولا في ايه، بس حد يفهمنا يا اخوانا ايه الموضوع. ويقول لي طب ايه المشكله؟ ولا انا اقول استني وقلت لها بلغات الدنيا اللي انا اعرفها هو الفرنساوي والانجليزي. اتنديه وين؟ يقول لي انت عملت لها كده؟ قلت له قال لي ده كده معناها كبير قوي، ده معناها اذهب للجحيم. طبعا انا مش اذهب للجحيم بس معانا بنات ومعانا ستات، فانا مش هوضح حاجه. تبا لك. تبا لك نمشيها تبا لك. اللعن عليك. اللعن عليك. المهم ان انا اتعلمت الموقف وقلت خلاص تبا مش هعملها تاني، خلاص قطعا مش هعملها تاني. وقلت خلاص نمشي في حياتنا. خلوكم معايا لان موقف تاني اتكرر مع واحد هندي. الهنود دي حاجه تانيه تماما. عارفين العربيات بتاعتنا كل واحد يجيب عربيه جديده كده، في اللي بيحط حاجه زرقاء، بيحط مش عارف ايه في التابلو، وفي ناس بتجيب عروسه كده حلوه فيها كلبه او قطه لا مؤاخذه يعني، وتلاقي كل ما العربيه تتهز يقعد يعمل رقبته كده. يجي مطب يعمل رقبته، يجي مطب يعمل رقبته. تحس ان العربيه فيها لعبه صغيره. الهند كده بالظبط. يجي يتكلم معاه وتلاقي رقبته بتتهز كده. بنفس المنظر ده. المهم ان انا في واحد هندي كان
وشغال بقى وقاعد بيتكلم وبرضه في وسط الحركه قام عامل كده. يا دي النيله السوداء على ام الحركه اللي مش عاوزه تخلص في السنه السوداء دي. هو كل واحد يتكلم معايا يجي يعمل لي كده؟ انا فاهم بقى كده يبقى شتيمه على طول. انت جايب المدير، الراجل ده بيشتمني على فكره مش عاوز اطول معاه، الراجل ده بيشتم على فكره وشويه شويه هيخش في الام وانا مش عاوز الكلام ده. اما يجي ده جنسيته ايه هندي؟ قال لي لا ده دي معناها عايز اكل. قلت مالك مفيش مشاكل. المهم كده بعد كده قاعدين في اجتماع صغير في ناس اجانب، فالمهم ان في حاجه اتقالت ما عجبتنيش، ما جتش على مزاجي. فالمهم انا ببص لواحد معايا المفروض ان هو شغال معايا فبعمل له كده. دي معناها ايه؟ نفض. الله يفتح عليك، دي معناها نفض. وانا قاعد في الميتنج واحد حلال كده عمال يبص لي ويعمل لي نعم؟ بقول لك يلا ايه يا اخوانا في ايه؟ ده انا بعمل كده. اكتشف بعديها ان دي في اوروبا معناها مش ولا بد. شخص مش ولا بد كده. تبا لك برضه؟ محدش يعمل الحركه. تبا لك؟ لا دي مش تبا لك. طب ما هو الشخص نفسه مش ولا بد. ما هو كل حاجه هتقول لي مش ولا بد. المشكله انك مؤدب قوي زياده عن اللازم. احنا عايزين شويه عايزين اباحه. اخر حاجه هتكلم عليها النهارده كان موقف جميل جدا. كنا قاعدين بنتفرج على حاجه للسيسي والسيسي عمال بيقول خطاب زي العسل، والمهم خلص بقى الخطاب واحنا كلنا يا انت فاطمه يا اسلام في امك يا سيسي مستنينك من زمان يا جدع يا قمنا مغنيين بلادي 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 لك حبي وفؤادي واثنين روس قاعدين على جنب. قال لك لا اصل كلمه بلادي معناها عاهره بالروسي. واحنا قاعدين بلادي بلادي لك حب يا فؤادي وهم فاهمين ان احنا بنشجع ناس مش ولا بد. مش ولا بد. بس حاجه صغيره لفتت انتباهي جميله جدا على فكره وبشجع المهرجان عليها. في الاستبيان في اخر حاجه في الورقه في الايميل. في المفروض نحط الايميل بتاعنا. على فكره خطوه جميله جدا وانا بحييكم عليها بس انا نفسي نستفيد منها حاجه صغيره، نعمل داتا بيس لينا وبعد كده قبل المهرجان نبعت لكل الناس اللي قلنا قبل كده عمروا ايه في المهرجان ان في مهرجان كمان اسبوع او اسبوعين. وميرسي جدا. خلصت خلاص. انت ما كلمتنيش ليه يا ولاد؟ استاذ فتحي انت بقى عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا الصراحه مش كوميديان بس حبيت اقول لهم يعني حاجات اللي بتحصل في الواقع بالظبط كتير في في الثقافات بالظبط، وان مش كل حاجه عند الناس كويسه عند ناس ثانيه برضه كويسه. لا في حاجات كويسه وفي حاجات غصب عننا بتبقى مش كويسه في لغات ثانيه. واتمنى ان محدش يقع في الغلطات اللي انا وقعت عليها لا فوق. مش حد بس شايف إن شاء الله. الستاند اب كوميدي في المهرجان كويسه يعني جدا جدا وانا بشجعكم وبامانه نفسي كل سنه يقولوا لي تعالى عشان نعمل ستاند اب وابقى مجهز نفسي بقى شويه. اكيد ان شاء الله. إن شاء الله. شرفنا بيك في المهرجان. شرف ليا. ميديا غفر اشوفكم اللقاء الجاي.